السلام عليكم. النهارده هنعمل فيديو مهم جدا، وهو ازاي تسيحي الزبده الفلاحي. طبعا احنا عارفين الشتاء داخل والخير بيبقى موجود في الشتاء، بمعنى ان اللبن بيبقى متوفر بكميات في الشتاء، وطبعا كل الناس بتحب تخزن الزبده في الشتاء، بتبقى افضل طبعا. وهقول لك النهارده دي افضل طريقه. كلكم عارفين ان انا بعمل الزبده اصلا الفلاحي عندي، انا بعملها بايدي، وفي فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب ليا بتوضح ازاي بعمل الزبده من اول اللبن كمان مع الجبنه القريش مع القشطه مع كل حاجه. طبعا هسيب لكم لينكات، او هسيب لكم اللينك ان شاء الله مش هنسى في صندوق الوصف. عندي اوردر النهارده مطلوب مني ان انا اعمل كميه ما شاء الله من الزبده، والكميه ديت هتسافر بره. حطيت في حله كبيره كده عندي على قد ما الحله تاخد، وهكمل الباقي في حله تانية خالص. المهم هنحط النهارده شويه ملح على قد الكميه، ممكن لكل كيلو تحطي معلقتين ملح، فانا ما شاء الله عامله كميه كبيره فحاطه الملح اللي هو مناسب للزبده بتاعتي. رفعتها كده على البوتاجاز، وهتبدا ان هي تسيح زي ما انتم شايفين كده، وهتطلع رغاوي كتير جدا. واول ما هتبدا معاكي هتبدا كده كانها ايه، وهي كلها عباره عن كتله رغاوي. ما تستعجليش عليها، بس ما تسيبيهاش علشان ممكن تفور منك. وبعدين في ملحوظه كمان عايزاكي تحطي في الحله، ما تمليهاش قوي زي ما انا ملياها. انا كنت مهديه جدا واقفه جنبها، لان طبعا السمنه برضو لما تكون زايده في الوعايه بتفور. زي ما انتم شايفين بدأت كلها تعمل رغاوي كده او فوم. انت ما تستعجليش عليها خالص، وانا هفضل وراها لحد ما تصفى خالص زي ما انتم هتشوفوها دلوقتي في الفيديو. هدوا عليها لحد ما تشوفهم النتيجة ديت اللي انتم هتشوفوها حالا. كده خلاص الزبدة بقت معايا زي الفل، ما طلعتش غير رغاوي بسيطة جدا، يعني بتاع معلقتين. ما تستعجليش وتشيلي الرغاوي منها. زي ما انتم شايفين سهلة جدا وطريقتها بسيطة. هنعبيها بقى كده زي ما انتم شايفين، وانا قلت لكم في اول الفيديو ان هي مسافرة بره، فلازم تتعبى في برطمانات بلاستيك. بس شايفين لونها ما شاء الله. وبعدين هي لسه بقى ايه دافيه، سبتها لما تهدى خالص. هي دافيه دلوقتي، لما بتبرد بتكون مرمله وجميله قوي. بالف الف هنا وشفا لصحابات الزبده. دي شكل البرطمانات اللي انا هحط فيها، برطمانات بلاستيك. بس ما شاء الله البرطمان بياخد تقريبا 5 كيلو. انا عبيتهم زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. تقريبا في برطمان خد 4.5، في برطمان خد 5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. الكميه اللي انا كنت عاملاها الاول حابه اقول لكم ان دي المرته اللي بتبقى في الارضيه بتاعت الحله، او اللي هي بتطلع من الزبده. شايفين ناعمه وجميله جدا. هي تصلح للاكل، مش حادقه قوي لو انت حابه تحدقيها وتحطها للمش، لو انت حابه تخففي ملح عن كده كمان لو هتاكليها. شايفين شكلها حلو ازاي، وطعمها كمان جميل جدا، ومزبده كده وفيها سمنه كمان او فيها زبده. انا قلت لكم ان هقول لكم الكميه اللي في الفيديو دي قد ايه. هي الكميه بسم الله ما شاء الله 18 كيلو سمنه، 18 كيلو زبده. عملوا لي الكميه الزبده اللي انتوا السمنه اللي انتوا شفتوها دي. طيب انت عايز تعرفي السمنه او الزبده معاكي هتصفي ايه وتكون حلوه ازاي ومضمونه ازاي، وتعرفي ان هي نتيجتها كويسه معاكي. الكيلو الزبده بيصفي معاكي 700 جرام سمنه زي ما انت شايفاها كده. كيلو زبده واحد بيصفي مش اقل من 700 جرام. اقل من 700 جرام يبقى هي مش يعني مضمونه 100%. طبعا مفيش احلى وانضف من نظافه البيت، ومفيش انضف من انك تعملي حاجتك بايدك. مضمونه 100%. ما يعلاش على نظافه البيت ابدا يا جماعه. اعملوا الحاجه بايديكم، هتفرق جدا معاكم، مرمله وزي الفل. ما تنسونيش، انا نعمه مصطفى. لايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه.